السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقبل ما ندخلوا في التفاصيل ما تنساوش تدعمونا بالإعجاب والاشتراك والمشاهدات. أصبح النجم بلال الخنوس أو كما يحلو للبعض أن يسمونه بزيدان المغرب محط اهتمام العديد من الأندية والتي ترغب في ضم هذا اللاعب، بحيث أصبح هذا اللاعب كواحد من بين أفضل المواهب الصاعدة في أوروبا، وتمكن من فرض نفسه كلاعب متميز لا مع فريقه البلجيكي جينيك ولا مع المنتخب المغربي، مما جعل وليد الركراكي يعتمد عليه كورقة رابحة. وعن تواجده بالقائمة النهائية للمنتخب المغربي فقد عبر الخنوس عن فرحته التي لا توصف، ووعد الجمهور بالمزيد والعطاء حتى يكون في حسن ظن الشعب المغربي في الاستحقاق القادم بكوت ديفوار. وعن حكيم زياش فقد أعلنت بعض الوسائل الإعلامية عن رغبة الدولي المغربي حكيم زياش في مغادرة فريقه الحالي غالاتا سراي، حيث ذكرت صحيفة الصباح التركية في تقرير لها أن حكيم زياش لم يجد ما كان يرغب به في الدوري التركي، وأن مسألة خير صرف الرواتب هي التي أزعجته كثيرا، مما جعل حكيم زياش يطلب من وكيل أعماله أن يبحث له عن فريق يلبي رغباته في الميركاتو الشتوي القادم. ومن الأندية التي ترغب في ضم النجم المغربي حكيم زياش هناك أندية إيطالية وأندية من السعودية، فبالتوفيق للاعب المغربي حكيم زياش وحظ موفق له مع المنتخب المغربي في البطولة الإفريقية القادمة. يوسف الخديم وهو من المواهب الصاعدة والتي تمكن من فرض نفسه كأبرز المواهب الصاعدة في صفوف ريال مدريد، ويلعب هذا الفتى ذو 19 من عمره كظهير أيسر، فبعد تألقه اللافت خلال هذا الموسم مع الفريق الملكي سارعت إدارة الريال لتمديد عقده لغاية 2028 لسد الباب أمام الأندية التي تطمع في ود هذا اللاعب. ومن الأندية التي كانت تهافت على هذا اللاعب الصاعد ومهتمة بضمه هي ختافي وفياريال. للإشارة فقد تم تصنيف هذا اللاعب من أبرز المواهب في مركزه بدوري أبطال أوروبا للشباب ومنافسات الدوري الإسباني لنفس الفئة. فبالتوفيق لهذا اللاعب الصاعد، وبالتوفيق لمنتخبنا المغربي الوطني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.